ما كان في تضحية وما كان في تنازل وما كان في أي شيء، وبس يعني أحيانا يعني الشخص همه نفسه وبس فالحمد لله على كل شيء. أحسن شيء الله وكيلكم، يعني خلص يعني بالنهاية الحياة ماشية ما حتوقف على. اليوم عمار أخو عصام طلع وعم يحكي إنه هو انفصل عن زوجته، وكان في بيناتهم مشاكل كتير ومن أول ما تزوج ما شاف يوم حلو لهاي اللحظة. وقال كمان إنه هو ما كان مفكر الزواج هيك، الزواج فيه تنازلات وتضحيات، لكن الشي والخلاف يلي صار بيناتهم إنه هذا الشي ما كان موجود، ما كان فيه تنازلات وما كان فيه تفاهم. وقال كمان قبل ما أتزوج بيومين في واحد من عمامي توفى، الله يرحمه يا رب، وكمان في واحد من قرايبينهم كمان توفى قبل العرس تقريبا ب3 أيام، وبعد العرس بيومين توفى عمه اللي هو زوج مرته. فهاي الفترة كانت عليهم صعبة كتير. راح أحط لكم المقطع يلي عم يحكي فيه. أنا الصراحة آخر فترة شهر ونص من بداية مشروع عرسي ليومي هذا الله وكيل ما مر علي يوم حلو، ما مر علي يوم حلو ولا اني انا تهنيت حتى بعرسي. انا بعرسي ما تهنيت بما انه كان اول عرس بحياتي. انا كنت بتمنى الامور تكون مختلفة تماما. ومو بس هيك، كمان قال إنه كانت الوالدة معارضة على هذا الزواج، وعصام كمان كان معارض، وإسراء كانت معارضة على إنه يتزوج. وطبعا هذا الكلام حكاه عصام من فترة وقت اللي تخانق مع زوجته نور، وقال أنا كنت معارض إنه أخي يتزوج بهاي الفترة، وخصوصي إنه هو ما مأمن وضعه وما بصير يتزوج لأنه الزواج مسؤولية وبده هز كتاف. فأنت كوضعك حاليا مانك مأمن حالك بشي، ما عندك شغل، مانك دارس، ما عندك مصلحة، فأخذت خطوة كتير كبيرة بحق حالك، وإن شاء الله يا رب ما يندم. أنا ما بوقف بطريق أخي، لكن أنا اللي عم شوفه أنه هو غلط. فاليوم طلع عمار واعترف بهذا الشي، وقال أنه عصام نصحني وقال اللي، وحتى والدتي كمان نصحتني وكانت معارضة على هذا الزواج، لكن أنا ما رديت وأخذت هاي الخطوة الجريئة. لكن الشي يلي مو بس أنا رح أسأله، العالم كلياتها رح تسأله. ما في شي بيخلي الزواج يوصل لهاي المرحلة، وخصوصي إنه هن ما صار لهم غير فترة كتير قصيرة متزوجين، وعم يحكوا هو وأخو عصام عن مواضيع عم تبين إنه العروس ما كانت مناسبة إلهم من الأساس. فيلي استنتجناه من كلامهم إنه في أشياء كتير كبيرة، على ما أظن الخلافات خلافات مادية، لأنه الشي يلي أكد لي كلامه لعصام اليوم وقت اللي طلع وقال هنن وقت اللي عطوه البنت كانوا واثقين إنه في عنده أخ اسمه عصام، يعني بمعنى إنه هنن كانوا معتمدين عليه. يعني بكرة صار ما صار عصام هو يلي بيدعمهم، صارت مشكلة، صار موقف لزمهم مصاري، عصام هو يلي رح يحلها. ليش؟ لأنه كلياتنا بنعرف وضعه لعصام إنيته هو إنسان مقتدر ووضعه المادي كتير منيح. وقت اللي كان عصام عم ينصحه لعمار صار يقول له 1 2 3 وبصير وما بصير. فعمار اعترض على هذا الكلام وقال له إنه بكرة إذا صار معي شي أنا ما رح خبرك ولا توقف بطريقي، وأنا بدي أخذ هاي الخطوة. إذا أنت مانك رح تدعمني فأنا ماني بحاجة. فكان رده لعصام تمام ومثل ما بدك، أنا ما عم وقف بطريقك، لكن بكرة شو ما بصير معك لا تخبرني. لكن الشي يلي صار بعد ما تزوج عمار وزوجته، كل ما تصير مشكلة يخبروا على عصام، وعصام هو يلي يحل المشكلة. فكلامه لعصام اليوم كان جدا واضح وعم يحكي بطريقة عن جد تبين لإلي إنه المواضيع يلي كان في خلاف عليها، والخلاف الأكبر هو المواضيع المادية، وكلياتهم كانوا معتمدين عليه لأنيته هو مقتدر. راح أحط لكم المقطع لتشوفوا. والقصة كتير مشعبة. فالمهم قال اخي ما توقف في طريقي، قلت له انت حتوقف
في طريق حالك وتيسر والله ييسر لك وكذا، واجت الناس تكتب انت مو منيح ما نزلت على عرس اخوك، انت ما عملت شيء لاخوك، انت كذا. اضطرينا نطلع نقول والله بعتنا اللي فيه النصيب لاخي والله ييسر له والله يسعده ييسر امره والله العظيم. وصارت قصص بعدها وانا حليت الموضوع، وتواصلوا معي قرايبيني وتواصل معي كذا ورا الكواليس. ما انا وجعني راسي. نور احنا شي بتقول لي قلت لها بكره عمار حيتزوج، عصام رح يلبس. قالت انت شو دخلك في ابوه وامه؟ قلت لها بيجوا عند عصام لانه اللي جوزوه يلي جوزوه لعمار عرفتوا حاطين براسهم عصام. فهمتوا علي كيف؟ يعني غير انه بيحبوا عمار بس كمان بيقول لك عصام. عرفتوا كيف؟ المهم قلت لهم كل ما دق الكوس بالجره يدقوا لعصام. المهم والله حاولنا نطيب الامور ونصلح الحال يعني انه بما معناه يضلوا مستمرين. فما مشي الحال، صار مشاكل وصار كذا وصار كذا. فاليوم والله حرام عم يحكي معي قال لي اخي شو اعمل؟ قلت له والله يا اخي من اولها احسن من نصها. قلت له هلا من اولها موضوع بينفض معك، بس اذا بنصها وصار عندك ولد والله راح حياتك. فخلص مثل ما رب العالمين قسم لك كم يوم معه كمان خلص مياتكم انقطعوا مع بعض. فعصام على طول بيطلع وبيحكي قديه هو عانى بالحياة وقديش تعب لحتى وصل لهون، وإنه حياته ما كانت سهلة أبدا. فوقت اللي بيحكي عن خبرة بالحياة، مثل ما بيقولوا اسأل مجرب ولا تسأل حكيم. فعصام كان في عنده نظرة لهذا الزواج إنه زواج فاشل وما رح يطول، وخصوصي إنه قال هي ما مناسبة لإله ولا بشكل من الأشكال، وأنا كنت معارض على هذا الزواج من الأول. راح أحط لكم المقطع لتشوفوا. فهمتوا علي؟ فهي هون صراحة في أغلاط كثير، في أغلاط كثير، بس برجع بقول لكم إن شاء الله يا رب عمار يتخطى هي المرحلة وياخذ درس منها بالحياة ويتعلم. هو أول شغلة يشاور، يسمع اللي حواليه وياخذ بعين الاعتبار الكلام يلي بيتوجه بالنصح، ما يضل متشبث برأيه. أنا لما نصحته، أنا على فكرة أخي عمار بيعرف أنا كنت معارض هذا الزواج، معارضه من عدة أمور. أول شغلة عمار يعني هو طيب كتير، أوكي بغض النظر هو طيب كتير وكذا وهيك، ف يعني هدي شوي كذا، يعني ما حسيت إنه الموضوع مناسب. وصارت قصص وحي والله العظيم كانت عندي اختي وحكى معي وسمعني كلام انه بما معناه انه انت توقف في طريقي. قلت له الله يوفقني اذا بقول لك شيء روح يا معلم روح، بس اوعك تدق لي تليفون اوعك. قال لي يا اخي الرزاق الله. قلت له لا اله الا الله ما اختلفنا، الرزاق الله معروفه هي كلياتنا احنا وياكم نعرفها. الرزاق الله كم مين العبد الله الرزاق، بس اسمع مشانك اخي. والغريب بالموضوع وقت العصام كان عم يحكي عم بيقول انه هذا الزواج كان من بدايته غلط، وكان عمار متحمس بشكل مش طبيعي، وخصوصي ما صار لهم غير 10 ايام متعرفين على بعض، وهو اخذ قرار الزواج وكنا كلياتنا معارضين عليه، لكن هو اصر على هذا الشيء رغم انه هو كان شايف الخلافات يلي بيناتهم والمشاكل اللي رح تصير بالمستقبل. يعني انت مانك عايش قصة حب صار لها 10 سنين لحتى تاخد هيك قرار ب10 ايام. فيلي بيتوضح لنا هون انه عمار اخذ قرار غلط، وهذا الغلط يعني قدر يحله قبل ما المشاكل تكبر اكتر من هيك ويطولوا مع بعض اكتر من هيك ويصير في اولاد وبعدين ينفصلوا ويقولوا والله ما اتفقنا. يعني بعرف مثلا لو الشخصين مع بعض شو ترتيبهم، رح يستمروا ما يستمروا مع بعض، رح ينسجموا مع بعض، الاهل البيئه اللي عايشين فيها الطرفين رح يتوافقوا مع بعض او لا. اما مو هو الزواج يعني عدم مؤاخذه انه والله بس تزوجنا. الزواج سهل يعني خلص اللي الزواج سهل، بس الاستمراريه بالزواج. بس انا كمان بتمنى لاخي انه يختار شيء مناسب له لطبيعه حياته انا اليوم لما بدي اتزوج فالمفروض اخي يعرف انه هي البنت اللي بيجيب منها اطفال ويعيش معها طوال حياته. في المشاكل العاديه بتصير، هي خبز الحياه، هي الشغلات البسيطه اللي يطف سطر عنا الواحد، شغلات عاديه. عم نحكي على واحد بده يعيش مع بنت مدى الحياه ويجيب منها اطفال وتكون هي معه على الحلوه والمره، فمو قرار سهل ب10 ايام تتزوج. فهمتوا كيف؟ ولا هالحب ال10 سنين صار لهم ولا لا قولوا شو بدنا بهالحكي، اللي فات ويلي كله اسمه نصيب، اللي فات واللي راح وهلا احنا اولاد. وآخر شي طلع عمار وحكى إنه الله يبعث لي الخير وأنا حاربت الدنيا كلياتها مشانها، لكن ما كان في تضحيات من الطرف الآخر. وقال كمان إنه إذا حاليا بلاقي الشخص المناسب ما رح يقول لا، والحياة ماشية وما رح توقف على حدا. لكن أنا تعليقي على هذا الموضوع كيف حاليا بدك تفكر بشخص تاني وتاخد قرار
بعد ما فشلت بعلاقة زواج خلال شهر. يعني أنت من الأساس كان لازم تشوف إذا هذا اختيارك صح ولا غلط، وحاليا إذا لقيت شخص مناسب لحياتك ما رح تقول لا. فيلي بنستنتجه من هذا الكلام إنه عمار إنسان كتير متسرع وبياخد قرارات غلط، فكرمال هيك عطول بيعاني من مشاكل بحياته. فلازم بما أن الحياة ماشية وماشية لازم نرجع نوقف على رجلينا، وإن الله طعمنا بنت الحلال يلي نشوفها مناسبة بالفعل لحياتي تمام، فما راح أقول لا وراح أتوكل على الله. يعني اللي في الخير أحسن شيء، ما بقول غير إنه يعني الله يبعث لي الأحسن والله يبعث لي الأحسن، وهي يعني هيك الحياة هيك بدها تمشي بالنهاية، ما بدها توقف على أي شخص. أنا معلش ضحيت بس شخص، بس أنا ما شفت في تضحية من طرف آخر. حاربت الكل فيكم تقولوا، ما بعرف هلا أنا أعمل لكم وهذا كان الخبر لليوم. بتمنى انه تكتبوا لي آراءكم بالكومنتات، شو رأيكم بهالانفصال السريع، وتحطوا لايك على الفيديو يلي بيطلع له زر التشجيع. لا ينسى الضغط على